الاهلي والزمالك في نهائي الكاس، تشكيل كل فريق، مين الفريق الاقرب للفوز، مين دكه البدلاء اللي هتصنع الفرق سواء في الاهلي او في الزمالك، وكمان لاعب تخاف منه في الاهلي ولاعب تخاف منه في الزمالك. ده اللي هتكلم معاكم عنه في الفيديو ده. بس ما تنساش يا صديقي، ما دام وصلك الفيديو تدعمنا بلايك وكومنت. اللايك هو وسيله دعمك الوحيده على اليوتيوب. بقول المحتوى ده كويس او مش كويس علشان ارشحه لغيرك، فما تبخلش علينا بيه. اتكلم معاكم عن مباراة الأهلي والزمالك، وعلى إن المباراة دي قد إيه هتكون مباراة للتاريخ، ومباراة مستنيين إن إحنا نشوف فيها أداء ممتع من الأهلي والزمالك، يدل على إن ديربي القاهرة هو الديربي الأقوى في الوطن العربي وفي أفريقيا. ديربي الأهلي والزمالك لما يتوفر ليه استاد أرضية ملعب بشكل جميل زي الأول بارك، كمان مع حضور جماهيري كبير جدا، المدرجات هتكون متقفلة، وكمان مع تحكيم أجنبي، فكل حاجة مهيئة إن الأهلي والزمالك يطلعوا لنا مباراة تكون مباراة التاريخ، مباراة نموذج للمباريات اللي احنا بنتمنى نشوفها ما بين الاهلي والزمالك بقوتهم وقوة تاريخهم. فده ان شاء الله مستنيين نشوفه ونستمتع بالمباراة. لو جينا نتكلم على تشكيل الزمالك في البداية، هتلاقي ان الزمالك مع المدرب الجديد بدوافع جديدة واحلام جديدة من الزملكاوية هيبدأ بتشكيل في حراسة المرمى محمد صبحي، وده المتوقع. باك يمين عمر جابر، وفي قلبين الدفاع حسام عبد المجيد وحمزة المسلوسي. باك شمال احمد فتوح. في نص الملعب ممكن يلعب باثنين ديفندر، دونجا مع ممكن محمد شحاته اللي بتوسم للاعب ده خير مع الزمالك. كمان ممكن يلعب بالثلاثي تحت راس الحربه عبد الله السعيد كصانع العاب، وكمان احمد سيد زيزو على اليمين، ومصطفى شلبي على الشمال، وناصر منسي راس حربه. ده تشكيل الزمالك المتوقع، وده التشكيل الاقرب للزمالك. وزي ما قلنا الزمالك بدوافع جديده بصفقات جديده، عنده طموح وعنده احلام انه يكسب الاهلي ويرجع وياخد الثقه على الاهلي وياخد الثقه، والجمهور يبدا ياخد ثقه مع المدرب. فدي دوافع الزمالك. عايز اقول لك ان تشكيل الزمالك ده ممكن يضر الزمالك بوجود عمر جابر كباك يمين واحمد فتوح كباك شمال، ودي هتكون نقطه ضعف عند الزمالك الاثنين، سواء احمد فتوح اللي بيزيد بشكل مبالغ فيه ولسه راجع من اصابه، وعمر جابر اللي عنده سواء التغطيه العكسيه مش بشكل كويس، وكمان عمر جابر في الناحيه الدفاعيه مش بيكون الافضل. هجوميا بيكون اقوى، لكن فتوح بيكون دفاعيا اقوى منه. في حاله ان فتوح يقرر يدافع ما يهاجمش، لان لو فتوح قرر ان هو يهاجم هيشيله كتير جدا من ورا احمد فتوح. ده تشكيل الزمالك بطموح الزمالك. عايز اقول لك ان لو محمد شحاته لعب في المباراه دي في نص الملعب هيكون ليه نصيب انه يكون من الناس النجوم المباراه، لان محمد شحاته لاعب تتوسم فيه خير، لاعب هيكون متالق جدا مع الزمالك، عنده قوه، عنده ضغط عالي، شراسه ومهاره، ولاعب عنده جرينتا تقدر تستفيد منه في نص الملعب. ونص الملعب في الغالب بيحتاج لاعب بالشخصيه دي مع الامكانيات طبعا. فالزمالك عايز يكسب. طب الزمالك هيصطدم بالاهلي، والاهلي في افضل مستوى ليه مع مدرب مستقر، مع مدرب عنده بدل التشكيله 2 و3، مع مدرب يقدر يحط بدل التكتيك في الملعب كتير جدا، ويقدر يغير من اماكن اللعيبه، ويقدر يكسب اي حد. وده الموجود مع الاهلي مع كولر تشكيله متوقع مصطفى شوبير في حراسه المرمى. وان كنا مع كولر ما بنتوقعش تشكيل، دايما بيغير في اللعيبه، ودايما اللعيبه بتنصف كولر وبيقدر ان هو يكسب المباريات. مصطفى شوبير في حراسه المرمى. باك يمين محمد هاني، وان كنت انا اتمنى اكرم توفيق. في قلبين الدفاع ياسر ابراهيم وعبد المنعم لو جاهز، وكمان علي معلول باك شمال. في نص الملعب مروان عطيه مع احمد نبيل كوكا رقم 8 ناحيه الشمال لو جاهز، وامام عاشور ناحيه اليمين. وان كنت انا ما احبهاش، احب امام عاشور يكون موجود ناحيه الشمال، وممكن كريم نسبت يكون موجود ناحيه اليمين في الخط الامامي. وده المهم عند كولر. ممكن تلاقي كولر بيبدا ببيرسي تاو، وكمان بيبدا بحسين الشحات، وراس الحربه اسامه ابو علي، ومخلي معاه رضا سليم وكريم فؤاد دكه. لو جيت تشوف تشكيل الاهلي هتلاقي تشكيل الاهلي سواء بيلعب ببيرسي تاو، سواء بيلعب برضا سليم، سواء بيلعب بحسين الشحات، سواء هيلعب باسامه ابو علي. حتى نص الملعب لو بيلعب بمروان عطيه مع كريم نيدفيد مع امام عاشور، او السوليه مع امام عاشور مع احمد نبيل كوكا، هتلاقي ان في قوه كبيره جدا عند الاهلي. هتلاقي ان الاهلي شخصيته مع كولر واضحه، مع اي حد بيكسب، مع اي فريق بيكسب، باي لعيبه بيكسب. فكولر قادر ان هو يكسب الزمالك، وده اتوقع ان الاهلي ان شاء الله هيقدر يكسب الزمالك بسكور. الاهلي ممكن ان شاء الله يكسب الزمالك بنتيجه كبيره، حتى لو الزمالك زي ما قلت عنده دوافع، عنده طموح، عنده احلام من جمهوره، لكن الاهلي مع كولر واقف على ارض ثابته. الزمالك داخل المباراه دي مش على ارض ثابته، داخل بدوافع باحلام فقط لا غير، مش داخل
اداء مع مدرب مستقر، مش داخل بامكانيات لعيبه حتى لو جايب صفقات، لكن الاهلي داخل المباراه دي على ارض ثابته مع كولر، يقدر ان هو يكسب ويكسب بنتيجه، مش يكسب بس بنتيجه، يكسب نتيجه واداء بالتشكيل اللي هيحطه. عايز اقول لك ان الدكه عند الاهلي هتقدر تصنع الفارق بشكل كبير جدا، سواء وجود بيرسي تاو راس حربه او جناح يمين، سواء وجود وسام ابو علي راس حربه وبديله بيرسي تاو او موديست او حتى كهربا، سواء وجود رضا سليم مع حسين الشحات الاثنين اجنحه، او رضا سليم مع بيرسي تاو. في عند الاهلي ناس على الدكه تقدر ان هي تصنع الفارق، زي رضا سليم لو موجود، كريم فؤاد لو هينزل، وكمان في نص الملعب ممكن تنزل بالسوليه، ممكن تنزل باكرم توفيق كباك يمين لو محمد هاني لعب. فتشكيل الاهلي مهم جدا وقوي جدا، ويقدر ان هو يكسب الزمالك. وطبعا عارف ان انت هتقول دلوقتي انت بتقول لي انتمائك، لكن ده الواقع. الاهلي على ارض ثابته، الاهلي هيلعب المباراه دي على ارض ثابته، مش محتاج ان هو لسه عنده دوافع او حاجه، محتاج ان هو يلعب لعبه، محتاج ان هو التشكيل المظبوط، وده بيحصل مع كولر ويقدر يكسب المباراه. لاعب بقى انا كاهلاوي مش هقول لك اخاف منه في الزمالك او اعمل له حساب، لكن لاعب هيشكل علينا خطوره مصطفى شلبي لو بدا. لو مصطفى شلبي بدا مع الزمالك، ده اللاعب اللي ممكن يشكل خطوره على الاهلي، ده اللاعب اللي انا ممكن اقول لك انه ممكن يشكل او يعمل قلق لدفاع الاهلي، خاصه لو محمد هاني اللي لعب، لاعب تقيل، لاعب مهاري، بيقدر يراوغ وبيقدر يسدد وبيقدر يصنع الفارق. لكن في الاهلي لو جيت تبص هتلاقي حسين الشحات يسبب خطوره ويعمل قلق على الزمالك، علي معلول، كمان رضا سليم لو لعب، بيرسي تاو لو لعب، امام عاشور لو لعب في نص الملعب، كتير جدا في الاهلي يقدر يشكل خطوره على الزمالك. وكمان راس الحربه وسام ابو علي. ده بالنسبه للاهلي والزمالك، دكه الاهلي اقوى، تشكيل الاهلي اقوى، كل الامور بتقول ان الاهلي ان شاء الله هيكسب المباراه دي بسكور. واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. اتمنى كل واحد بيشوف الفيديو ده، لو لسه اول مره بشوف قناه تشترك في القناه وتفعل الجرس، سيب لايك وكومنت الفيديو، وان شاء الله اوصلك كل جديد.